ليلى مسيكي بالخير وكل عام وانت بألف خير. مساء النور توني، ينعاد عليك وينعاد على العالم العربي والأجنبي وعلى العالم كله يا رب. كل ما نقول أحسن سنة عليهم. كل ما نقول ما بدنا نصدق ليلى، ما بقى بدنا نصدق ليلى، نرجع تجبرينا انه نرجع نصدق. خلينا نرجع نحن وياكي هلا نشوف دوليا وعربيا قبل ما نشوف محليا. خلينا نشوف دوليا وعربيا شو توقعت ليلى عبد اللطيف وشو تحقق بال 2017. أرى اليوم أن هذه الضجة الإعلامية ستزداد في المرحلة القادمة من خلال بعض الأحداث والتطورات التي سوف يشهدها الداخل الإيراني، وهي عبارة عن تظاهرات كبيرة مع بعض الفوضى وأعمال الشغب في الشارع الإيراني احتجاجا على السياسة الإيرانية الداخلية والوضع الاقتصادي الذي أصبح يشكل عبئا في الداخل. أصبحت إيران على سطح صفيح ساخن بعدما اتسع نطاق المظاهرات الشعبية الغاضبة ضد تدهور الوضع المعيشي في مناطق واسعة من البلاد. أرى الرئيس بوتين يزور سوريا. ها هي طائرة الأخير تهبط في حميميم على الساحل السوري معلنة رد بوتين لزيارة الأسد الذي كان في انتظاره على متن القاعدة الروسية في سوريا. أرى الخطر يحوم فعليا حول الرئيس السابق علي عبد الله الصالح الذي سيتعرض لمحاولة اغتيال، ولأن الأعمار بيد الله والغيب لا يعلمه إلا الله. أقول أن هذا ما أراه والأمر كله بمشيئة الله. الحوثيون يرسمون نهاية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر جثة صالح وبطاقاته الشخصية. السيد أحمد شفيق عودته إلى مصر هي مسألة محسومة. تداول ناشطون صورا تظهر توجه الشفيق إلى الطائرة الخاصة التي أقلته أمس السبت من مطار أبو ظبي إلى مطار القاهرة. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف يقوم بالمزيد من الإجراءات الداخلية التي ستنقل المملكة العربية السعودية إلى قمة التغيير الداخلي والخارجي. حملة اعتقالات واسعة تطال أمراء ووزراء ورجال أعمال سعوديين. حادث مؤلم لإحدى الطائرات في دول الخليج. في حادث يلفه الغموض أعلنت وسائل إعلام سعودية رسمية عن تحطم مروحية بمنطقة عسير على الحدود الجنوبية مع اليمن، ما أدى إلى مقتل الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير ومحافظ محايل عسير محمد بن سعود بن عبد العزيز، إضافة إلى عدد من المسؤولين كانوا برفقته. سوف نرى صدور قرارات سعودية جديدة تتعلق بتحسين أوضاع المرأة السعودية وحقوقها، كما ستسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. وأخيرا المرأة السعودية تجلس خلف مقود السيارة علنية بعدما أذن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للسيدات بالاستحصال على رخص قيادة السيارات. الإرهاب يضرب مدينة لاس فيغاس. هي أكثر عمليات إطلاق الرصاص دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. هذه المرة في أثناء حفل موسيقي في لاس فيغاس. يصدر حكما صارما برئيس السابق محمد مرسي في السجن، ممكن يكون مدى الحياة يحكمه. المحكمة أيدت حكما من محكمة الجنايات على محمد مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما. الحروب في العراق ستبدأ انطلاقا من معركة كبيرة وفاصلة وتحديدا من الموصل، وأرى أن تحرير مدينة الموصل سيكون نقطة البداية التي سينطلق معها العراق إلى بداية الهدوء والاستقرار. على أنقاض مدينة الموصل القديمة رفعت قوات الأمن العراقية الأعلام فيما احتفل العناصر بدحر مسلحي تنظيم داعش. سنرى صدور قرار ملكي يشمل عدة تغييرات وتعيينات جديدة وكبيرة، فأرى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف يمثل جيلا جديدا من الزعامة العربية الرشيدة. بأمر ملكي أعفي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف من منصبه ليعين مكانه نجد الملك السعودي محمد بن سلمان وليا للعهد. سيف الإسلام القذافي خارج القضبان، وأرى أن دوره السياسي لم ينتهي. سيف الإسلام القذافي حر طليق. خبر أرفق بفيديو قيل أنه للرجل بعد تحريره. أرى القيادة القطرية تتعرض لضغوط كبيرة لمراجعة بعض الحسابات الخاطئة. قرار 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر سيترتب عليه من دون شك تبعات سياسية واقتصادية وتجارية عدة. الإرهاب سيعود للظهور من بوابة الملاهي
الليلية. هجوم إرهابي وقع في ملهى ليلي في اسطنبول يهز لبنان. الاغتيال يطال أحد سفراء الروس. تعرض السفير الروسي لدى تركيا أندري كارلوف لهجوم مسلح من قبل شخص مجهول. لا شو يعني انت عم تسمعي بعض التوقعات اللي يعني نحن اخترنا جزء، بعد في امور كثيره، بس نحن اخذنا الاشياء اللي هي محدده. نعم. يعني غير قابله للتاويل. نعم. فايقه بعد شيء على ابرز توقعات لبنانيه عملتيها؟ انت بتضلك فايقتي لهم هودي اللي بتتوقعيهم؟ نعم. بتسجليهم وبتصيري تراقبيهم ولا بصيروا يبعثوا لك اياهم؟ لا، بصيروا بيبعثوا الناس انه زبط معك كذا، زبط كذا، زبط هيك، بس هن كانوا كلهم بالارشيف وبعثناهم لحضرتك. الروسي كمان يعني. نعم. خلينا نشوف ليلى عبد اللطيف ماذا توقعت على مستوى لبنان وتحقق في 2017. فضيحة لأحد الإعلاميين بالصوت والصورة تخض الرأي العام. أقل احتراما له للي عم بقوله. نعم. حلو. سنرى الرئيس الحريري في إطلالة إعلامية ليست عادية أبدا وتحمل كثير من الكلام. أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية. أرى شعبية الرئيس الحريري تزداد وتتصاعد خلال المرحلة القادمة بسبب حدث سياسي بارز. في مشهد جامع لكل المكونات السياسية السابقة والحالية حول عنوان واحد، هو الأولوية لعودة رئيس الحكومة إلى بيروت. سوف تشهد الأزمة ما بين حزب الله ودول الخليج والسعودية خاصة المزيد من التوتر والتصعيد والإجراءات المشددة. هي الحرب إذن بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية التي اعتبرت أن لبنان يعاديها بسماحه لحزب الله بالتصعيد. أرى الشيخ سعد الحريري يقوم باتخاذ بعض القرارات الجريئة والحاسمة لترتيب البيت الداخلي أولا. بدي أعمل لحالي ارجع ادرس الامن تبعي بشكل اني كون عارف حالي اني ماني مخروق، فانا اليوم عم برجع بشيك على الجميع. من بيروت الى الشمال، من طرابلس الى صيدا، في موقف تضامني مع الرئيس الحريري وذلك لحدث مهم. مناصرون لتيار المستقبل اتوا من كل المناطق، وصلوا الى بيت الوسط في العاصمه لالقاء التحيه على رئيس تيارهم سعد الحريري. لبنان يلبس ثوب الحداد وينقص الاعلام في حدث محزن ومهم. هي لحظات مجبولة بالألم والحزن، بالفخر والاعتزاز. مشهد نعوش العسكريين 10 يدخلون إلى باحة ساحة العلم في وزارة الدفاع. أحد منازل الإعلاميين اللبنانيين يلفها الحزن والسواد. صدم الجسم الإعلامي اللبناني بنبأ وفاة الصحفي يوسف الحويك جراء نوبة قلبية مفاجئة. أرى أن وسائل الإعلام ستكون على موعد جديد لنقل أخبار وأحداث هامة تجري بين منطقة عرسال والجرود، وهذه المرة من خلال خبر عاجل ينتشر على شاشات التلفزة ويتعلق بحدث هام في جرود عرسال، ثم يتحول هذا الخبر العاجل إلى نقل مباشر. المعركة انطلقت تحت اسم فجر الجرود، وذلك تحية لأبطال وشهداء الجيش اللبناني. إنجاز يأتي عن طريق المفاوضات بين أطراف لبنانية ويؤدي إلى إخلاء منطقة جرود عرسال من السلاح والمسلحين ومن جميع الأطراف باستثناء الجيش اللبناني الذي سينتشر أبطاله على الأرض ويرفع رايته وأعلامه في سماء هذه المنطقة. مع إعلان وقف إطلاق النار في الجرود ظهرت شارات النصر على أيدي الجنود. حقق الجيش اللبناني النصر الموعود. جبهة النصرة ستكون محط الإنذار وحديث الإعلام بسبب مفاجآت وأحداث غير عادية. وسقطت إمارة جبهة النصرة. وفاة أحد السجناء في لبنان بثير ضجة وبلبلة. فبعد اتهامات عن سوء معاملة الموقوفين جاء إعلان قيادة الجيش وفاة 4 منهم نتيجة أمراض صحية، ليشعل حربا إعلامية وإلكترونية استهدفت الجيش اللبناني. أقول للفنانة أصالة الحذر ثم الحذر. ما له علاقة بالسياسة، قصدي ما له علاقة بالسياسة. نعم، شيء شخصي. تفاعلت في الأوساط الفنية قضية توقيف أشهر فنانات الوطن العربي أصالة نصري في مطار بيروت على خلفية العثور على كمية من المخدرات داخل علبة المكياج الخاصة بها. أرى الإعلام في لبنان يتعرض لاعتداء مؤسف ويجعل الإعلام في حالة تضامن واستنكار. كما سنرى هذا الاعتداء على شاشات التلفزة ويحتل نشرات الأخبار. قبل أن تعلم إدارة قناة الجديد بالاستياء ومطالبتهم بالاعتذار، بادر الشبان إلى مهاجمة مبنى القناة.
وضمن الحشود والجماهير التي ستملأ أرض المطار بالحزن والدموع تعبيرا عن هذه الأحداث المأساوية. وفي مشهد آخر أرى حشود سياسية وإعلامية داخل حرم المطار، وهذه الحشود والوجوه السياسية والإعلامية ستكون في استقبال حدث يأتي من الخارج. في صالة الشرف هذه في مطار رفيق الحرير الدولي اختلطت المشاعر بين من ينتظر شهيده ومن ينتظر جريحه. كانت الوفود الرسمية من وزراء ومعنيين تؤم حرم المطار لاستقبال من لحقهم الإرهاب خارج حدود الوطن. بترول عنا بلبنان منطقة الشمال. بحوثهما العلمية أكدت وجود النفط قبالة شواطئ طرابلس، شكا والبدرون. ليلى في لا قصة البترول بال2000 ويعني كانت على قناة الجرس صح. يعني من 2008 توقعتي انه يوم 2017 البترول يعني من حوالي 9 سنين تقريبا، لا 10 سنين، 2018. دايما بصدمك انا توني. مش بتصدميني لاني انا دايما بس انت ميال. بتعرفني اكثر وحده. لحظة يعني انا دايما ميال اني ما اكثر واحد بتعرفني. يعني انا دايما من زمان نعم يعني مع اني انا اكثر شخص يمكن بستضيفكم. نعم. بس انا دايما ميال اني ما صدق، بس بالنتيجه لما نشوف اشياء بهيدي الدقه المفروض نسال شو هيدا. نحن ما ادعينا ولا مره انه نكون لا سمح الله انبياء ولا نكون قديسين ولا نكون شيء. نحن انا بقول دائما انه الواحد بيكون عنده هالرؤيه هاي. من انا وصغيره عندي هالرؤيه، ما بعرف كيف اجت وما بنعرف كيف صارت. بدي اذكر ليلى انه خلال الفقره قبل ما نسمع التوقعات او خلال نحن وعم نسمع توقعاتك للسنه الجديده، في سياره جديده بدها تنربح الليله بيخلي عينك على الجديد. ما بتعرفوا باي لحظه خلال هذه الفقره حدا منكم رح يبتسم له الحظ ببدايه هالسنه الجديده ليربح سياره جديده. خلوكم معنا بعد الفاصل، نحن باقيين معكم. بنحييكم من جديد. صارت راس السنه على الجديد مستمره معكم. خلي عينك على الجديد. في سياره بدها تنربح بين لحظه والتانيه، ما بتعرفوا باي لحظه مين ممكن يكون سعيد الحظ اللي راح يبتدي سنته الجديده بسياره جديده. بعد ما شفنا شو توقعت ليلى عبد اللطيف وشو صح من توقعات ليلى، خلينا نبدا نحن وليلى هلا بتوقعاتها للعام الجديد عام 2018. شو تتوقع ليلى لسنة 2018؟ خلينا نبتدي بالأول بتوقعاتك على المستوى الدولي. يلا استاذ توني، أول شيء بورصة العملات العالمية ستدخل دائرة الخطر الكبير والتغيير الأكبر، لذلك أقول حولوا أموالكم إلى ذهب، فهو سيصبح الحاكم للاقتصاد القادم بالعالم. نشتري ذهب؟ للمستقبل ايه؟ واللي ما معه يشتري. يلا. انهيار سعر اليورو مما سيؤدي الى اندلاع حالة من الشغب والفوضى وعدم الاستقرار باوروبا. انا شايفه سنة 2018 في انهيار بسعر اليورو. نعم. بال 2018 انتشار وباء لفيروس انفلونزا جديد يغزو العالم والموتى بالالاف. موتى بالالاف؟ نعم. تفجير أحد المراكز التجارية بكوريا وسقوط عدد كبير من الضحايا. أي كوريا؟ كوريا الشمالية. الرئيس الكوري سيكون تحت دائرة الخطر والشعب الكوري ينتفض. الشمالي. نعم. ده صديق. أنا دايما بنسى اسمه صعب. كيم. صحيح. مظبوط. اختراق كبير وهجوم إلكتروني كبير يهز العالم والخسائر فادحة. حصول تنظيم الدولة على سلاح كيماوي يتم استعماله في أحد الدول الأوروبية والكارثة كبيرة والفضيحة تطال أحد أجهزة المخابرات البارزة. يعني داعش المقصود. نعم. انسحاب ألمانيا وإيطاليا من الاتحاد الأوروبي. زلزال مدمر يضرب منطقة واسعة في إيران ويسبب للأسف الشديد خسائر فادحة. إحدى الشخصيات السياسية النافذة والبارزة في العالم تتعرض لحادث مؤسف وهي في الطائرة.
ولا استبعد أن تكون شخصية زعيم أو رئيس. أكثر من 13 ولاية أمريكية تتحد ضد الرئيس ترامب، وولاية ترامب ستكون على المحك. حوادث الكوارث الجوية تطال في 2018 طائرة فرنسية ومصرية ونيجيرية وأكثر من طائرة أمريكية. أحداث متسارعة ستؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي ترامب نهائيا والمجيء برئيس ديمقراطي يتولى مشاكل العالم وخصوصا الشرق الأوسط. مشهد عملية الملهى الليلي في تركيا ليلة رأس السنة الماضية أراه يتكرر للأسف للمرة الثانية في تركيا وغير تركيا خلال الفترة كمان بتركيا القادمة. مرة جديدة. نعم. وغير تركيا كمان. نعم. عندك فكرة شيء ممكن وين غير تركيا؟ كمان ما بعرف، اللي مركزة شوي على الدول العربية، يعني بقلب الدول العربية ممكن. زلزال مدمر وتسونامي مخيف يودي بحياة آلاف البشر في أمريكا خلال الأشهر القادمة من 2018 للأسف. هيدا على المستوى الدولي. نعم للأسف. على المستوى العربي. على المستوى العربي بال 2018 خلاف على الحكم في دولة الكويت وصحة أمير الكويت على المحك. نعم. الفنان جمال سليمان قريبا في دمشق وأراه يشارك في الحكومة السورية القادمة. مع أنه جمال هو معارض نعم. للنظام السوري ومواقفه بيرجع. مواقفه نافرة يعني صحيح. في هذا الموضوع. بتشوفيه عم بيشارك بحكومة سورية؟ نعم بشوفه بيرجع. نعم. نعم. اعتماد السفراء في سوريا المصري والإماراتي والكويتي بقلب دمشق. المصري والإماراتي والكويتي. هلا ما في سفراء نعم. لهم قائم بالأعمال. قائم بالأعمال. نعم. نعم. بال 2018 الرئيس بشار الأسد يزور قلعة حلب ونراه مع عائلته في أحد المقاهي وحوله حشد من الناس. وبفتكر هيدي حاسة إنه قريبة. هذا التوقع كيف مثلا؟ أنا شايفته بقلب قلعة حلب. يعني شايف في صورة إنه هو بقلب حلب قاعد على قهوة بمكهى بقلب. نعم قلعة حلب. سيبقى الرئيس الأسد على سدة الرئاسة السورية حتى انتهاء ولايته. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور سوريا خلال المرحلة القادمة ولحدث مهم. سيف الإسلام القذافي يصل إلى حكم ليبيا خلال المرحلة القادمة وأراه رئيسا لليبيا لا محالة. رئيسا لليبيا كمان. نعم. مصر على هذا الموضوع. أيوة بشوفه بيستلم الحكم. هلا الوقت هو أستاذ سوني دايما أنا بقول نعم. الوقت هو يعني بإيد رب العالمين. حتى بليبيا بنشوف خليفة حفتر مع حفظ الألقاب بنشوفه كمان له دور كبير بقلب ليبيا. دخول الكويت من الجيش المصري إلى دولتين عربيتين في مهمة عاجلة. لا أرى الرئيس بال 2018 لا أرى الرئيس اليمني منصور عبد ربه في الواجهة السياسية لليمن خلال الفترة القادمة كما أراه في دائرة الخطر. يعني بنقول له ينتبه. سيلمع في اليمن اسم شخصية كبيرة ومعروفة جدا وهي شخصية رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندو إلى الواجهة السياسية وبقوة مع موافقة جميع الأطراف والقبائل. افتتاح مدينة ملاهي للأطفال تبهر العالم سنراها في دولة الإمارات وتحت رعاية الشيخ محمد بن زايد. قرار إماراتي يصدر عن الشيخ محمد بن زايد يسمح لبعض رعايا الدول العربية بدون من دخول الإمارات بدون تأشيرات. هي منيحة. ايه بس لأن هو كل اللي بده يدخل اليوم العربي على الإمارات بده لا بعض الدول. نعم أكيد. يمكن دول التعاون الخليجي ما بدهم لا نحن ما عم نحكي عن دول الخليج. مش دول عربية. بعض الدول العربية اللي نعم. هي اليوم بدها تأشيرة. صح. رح يطلع قرار قريبا يعفيهم من التأشيرات. نعم. الرئيس التركي أردوغان في زيارة تاريخية إلى سوريا ولحدث مهم ومظاهرات تعم الشارع التركي رفضا لهذه الزيارة لكن حتصير الزيارة. أردوغان بسوريا. نعم. سيعاد انتخاب الرئيس السيسي رئيسا لمصر ولولاية ثانية. تقريبا محسوم يعني ما حدا عارف. ما بتعرف لاخر لحظة. لا. نحن عم نشوف العجايب هلا صح؟ بننام عشية توني وبنقوم عشية.
سنة 2018 هي سنة المزيد من التغييرات والقرارات الداخلية السعودية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيفاجئ الشعب السعودي ببعض هذه القرارات، وأهمها إعطاء المرأة السعودية حقوقها الكاملة مع صدور قرار ملكي يمنع تعنيف المرأة السعودية ويعاقب عليه، وقرار ملكي أهم يمنح المواطن السعودي ويسمح له بالزواج من الأجانب بدون إذن مسبق. 2018 الرئيس السوري بشار الأسد يزور جمهورية مصر العربية. الاغتيال بال 2018 الاغتيال طبعا سيطال عدد من الشخصيات المصرية للأسف البارزة خلال 2018. 2018 ستشهد السنة الجديدة وللأسف الشديد المزيد من العمليات الإرهابية على المساجد والكنائس في مصر وفي عدة دول عربية. بعد فيه؟ لا. طيب. عندنا توقعات لبنان، هلا كلنا ناطرين توقعات لبنان. نعم. هلا نحن بنتمنى كل شيء منيح يصير. نعم اكيد. كل شيء مش منيح ما يصير. ان شاء الله ما يصير. نعم صحيح. انت ما بتكوني زعلانه. لا اكيد إذا طبعا ما صار. طبعا ان شاء الله. عم بيقولوا لي انه بدنا نربح سياره هلا 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 هلا. يلا. سارات صالحه جاي تغسلنا نمسيكم بالخير، ينعاد عليكم وكل سنه وانتم بالف خير يا رب، وان شاء الله 2018 تكون سنه خير عليكم وعلينا وعلى كل المشاهدين. خلينا ننتقل لعندكم لنشوف مين سعيد او سعيده الحظ اللي رح يربحوا سياره لليله، لانه عينهم دائما على الجديد. تفضلوا. شكرا سارات، شكرا جاد، الف مبروك. اليوم طبعا اللي بلش سنته الليله بسياره جديده يعني فاتحه خير ان شاء الله، تجر كل السنه سيارات وجوائز وفرحه يا رب تملي كل البيوت اللبنانيه والبيوت العربيه، لانه صار لازم بتصور شويه ابتسامه، شويه فرحه، شويه ضحكه. خليني ارجع لعند ليلى، لانه طبعا الكل ناطر شو هي توقعات ليلى عبد اللطيف للعام 2018 للبنان. يا توقعات ليلى للبنان، كلنا سمع لها. بال 2018 السيستوني حزب الله خارج سوريا بال 2018 والمهمة قد تم إنجازها، ولكنني أرى أن المعركة ستنتقل إلى جبهة أخرى. استقالة بعض الوزراء البارزين من الحكومة اللبنانية خلال المرحلة القادمة، ممكن قبل انتخابات نيابية. تسقط الحكومة ولا انتخابات عادية؟ لا يعني بشكل تقدر تطير الحكومة أنا يعني؟ لا أنا عم بقول استقالة بعض الوزراء. نعم. بال 2018 تيمور جنبلاط في زيارة مفاجئة إلى سوريا. نعم. تيمور؟ نعم. بنشوفه قاعد مع الرئيس الأسد. كل شيء وارد. بال 2018 الدكتور سمير جعجع ووفد كبير من القوات اللبنانية بزيارة إلى دمشق. كمان بسوريا؟ نعم. ومع الرئيس بشار الأسد؟ ما قلت لك انه الرئيس بشار الأسد باقي لآخر عهده، يعني أكيد بده يكون مع الرئيس بشار الأسد إلى سوريا. ليكي هو إذا زبطوا هدول أنا وياك هو إذا زبطوا. نعم. يعني أنا برفع لك القبعة. أوكي. يعني أنت ميزانية رفعها. لا في توقعات معينة. نعم. إنه أنا إذا بشوف سمير جعجع مع حظ الألقاب بسوريا قاعد مع الرئيس الأسد أنا بتذكر خلال 2018 أنا ليلى عبد اللطيف بدي أعمل لك تمثال صغير هون. أنا بتذكر أستاذ سوري لما قلت لك الله يطول عمره البطرك صفير إنه بنشوفه ببعد، كمان استغربت. مظبوط، قلت لي إنه سيستقيل من كمان استغربت. لأنه في عرف بيقول نعم. إنه البطرك هو مدى الحياة، يعني ما في ظاهرة قبل إنه في بطرك استقال، يعني نعم. كانت كمان في أمور كتير استغربت فيها. على طول تخليني استغرب. يلا. يد الغدر تطال للأسف إحدى الشخصيات الوزارية اللبنانية. شغب مظاهرات وفوضى على أبواب قصر العدل ومحاولات فاشلة لاقتحامه والأمن الداخلي يتصدى. لا حرب إقليمية ولا داخلية على الأراضي اللبنانية. الحمد لله. الرئيس الفرنسي ماكرون يزور لبنان، ونتائج هذه الزيارة يعني إيجابية ومذهلة حتكون. أوكي. الحزن يلف منطقة المتن بال 2018.
وزراء ونواب لبنانيون من 8 و14 بنشوفهم عم بيزوروا سوريا وبشكل رسمي وعلني وفي لقاء مباشر مع فتحت بين رئيس لبنان وسوريا، يعني فتحت بين لبنان وسوريا. خلص صحيح. اوكي. سماحة السيد حسن نصر الله داخل إحدى الكنائس مرة جديدة، والدكتور سمير جعجع داخل أحد المساجد ولنفس السبب. لنفس السبب؟ نعم. ما بعرف شو. ايه. هزة أرضية تضرب لبنان وتسبب حالة كبيرة من الخوف والهلع، وأرى سقوط بعض ضحايا جراء هذه الهزة للأسف وبعد الخراب، بس ما بعرف حدد المنطقة. مقتل إعلامي بارز ومعروف وهو على باب منزله. قانون حق المرأة اللبنانية في منح أولادها الجنسية اللبنانية بات قريبا وبدعم كبير من دولة الرئيس سعد الحريري. إن شاء الله يمشي هذا القانون لأنه نعم مهم جدا. جيش وقوى أمن سنراها منتشرة وبكثافة ما بين برج المر ومنطقة الصنايع لحدث مؤسف. برج المر والصنايع. اكتشاف عدة إصابات بمرض الكوليرا بلبنان خلال المرحلة القادمة، ووزارة الصحة تستنفر. عن نفايات يا ريت إن شاء الله توقف على الكوليرا بس. يلا. لقاء سيجمع الدكتور سمير جعجع وسماحة السيد حسن نصر الله، كما سنشهد لقاء آخر يجمع الرئيس أمين الجميل ونجله سامي مع سماحة السيد حسن نصر الله، وفتح صفحة جديدة من العلاقات لصالح لبنان وشعب لبنان وسيادة يعني لبنان. إذا مثل ما ماشي الأمور يعني انحلت كل الأمور إن شاء الله. الله يسمع منك، يعني لأول مرة بنقول لك يا رب الله يسمع منك. يعني أنا هذا اللي شايفته، يكون هي مصلحة لبنان يعني. هذا اللي شايفته. هلا بعد في كتير امور طبعا للبنان ما فينا كلها سيسوني نعملها لنترك الجوائز والاشياء طيب انا بدي اسالك سؤال. فنانين سياسيين هيك بالاسم كنت نعم. كنت كل سنه هيك تنقي شخصيه شخصيتين وتفقعي أنا وتوقع ويزعلوا منك بعرف كانوا يزعلوا يقضوا كل السنه يردوا عليك. بعرف انا كانوا يزعلوا. انا في حدا السنه هيك بدك يعني بعدني مصرة، وفي ناس مثلا يعني بالزمانات شفت جابل طيف بالصدفة قلت لها ما في زواج، وجه لها تحية كبيرة وبعيدها للإعلامية الكبيرة جابل طيف، جوهرة الشاشة اللبنانية. صحيح صحيح. فأنا بشوف إنه بعدني مصرة على الست نجوى كرم وإليسا وحتى هيفا، بشوفهم بارتباط رسمي. بعدك مصرة على زواجهم بشكل رسمي طبعا. نعم. بدي أسألك سؤال. نعم. بالنسبة لقضية دكتور نادر سعد براءة بيطلع براءة. نعم الدكتور نادر سعد بيطلع براءة، وأنا بشوفه أكيد عم بيكفي عمله. مش هلا موقف هو؟ لا يعني بشوفه إنه بياخد تذكروني وين ما كنت. مرق عليه بهاليومين؟ لا ان شاء الله بدي امرق عليه. هلا مرق عليه بهاليومين؟ لا له انه بده ياخذ جايزه عالمية. بشوفه بياخذ جايزه بيرفع فيها وش لبنان. قبل ما نختم نحن وهي تذكرني فيها توني. في موضوع اليوم كل عم بيحكى فيه هو الدعوه المقامه من القوات اللبنانيه على الLBC، ويقال انه الحكم صار قريب. نعم. بهذه القضيه، هل ستعود الLBC الى القوات اللبنانيه او رح يربح بيير الظاهر هذه الدعوه؟ أنا بشوفها بتضلها بإيد الشيخ بيير الظاهر. هلا فيها تضل بإيد الشيخ بيير بإدارة القوات، يعني ما مثل ما كانت سابقا. يعني الحكم شو رح يطلع؟ عندك فكرة؟ إذا ما عندك فكرة ما تفوت. لصالح الشيخ بيير الظاهر. الحكم سيصدر لصالح الشيخ بيير الظاهر؟ نعم. هذا ماذا إلهامي. رجع على الLBC شكلي. أنا بدي أتوقع لك هلا. أنا بحترمهم الLBC ولا الMTV ولا الجديد ولا كل التلفزيونات، يعني كلهم خير وبركه. عن جد 2018 تكون سنة خير عليكي، وبتمنى كل التوقعات المنيحة اللي قلتيها هي اللي تتحقق، كل التوقعات السيئة كأنها لم تذكر. نعم. وأنا مرة جديدة بقول ليش ليلى عبد اللطيف؟ لأنه ليلى عبد اللطيف كل ما نقول إنه إذا أو كل ما تزيد الحملات على ليلى، أنا بوعدك كل ما الواقع لفرجيك إنه مش قصة القوة، أنت الوحيد اللي بتعرف، لكن أنا في الانتخابات النيابية اللي جاية أنا بقدر فند لك مثل ما قبل فندت لك. قبل ما فندت لك إنه مين بيربح ومين ما راح يربح ومين كذا، راح ابتدي اشتغل عليها قبل الانتخابات إذا الله راد. الله أعطانا عمر وأعطانا الصحة. نعم. أنا وعدك في توقعات معين، يعني شي 2 أو 3 إذا زبطوا بيعمل لك تمثال.
اكيد. اوكي. لا ان شاء الله بيزبطوا. ان شاء الله انا امنيتي بال 2018 انه كل الدول العربيه يكونوا بايد واحده.